في خبر عاجل الآن: وفاة والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني، والراحل هو السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، من مواليد 1953، متزوج من عزة بنت نايف بن عبد العزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة. وأعلن الديوان الملكي بالأردن وفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني. وأوضح الديوان الملكي الهاشمي في بيان له اليوم أن الديوان الملكي الهاشمي ببلغ الحسن والأسى. وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين حفظها الله المرحوم بإذن الله خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف. وتابع بأمر من الملك عبد الله الثاني بن الحسين يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد 18 فبراير حتى عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1845 هجري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.